سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومهنيين. مرحبا بكم في قناتي. وصفتنا اليوم خفيفه ظريفه واللي هي العسل المنزلي. وصفه مضمونه وناجحه مليار في المية. يجيكم كيما تاع برا ولا خير من تاع برا. يعني وصفه مضمونه، ديروها وعينيكم مغمضين. بسيطه وسهله بمكون راح يخلي العسل تاعنا ما يجمدش معانا وما يتسكرش معانا. يعني جينا بزاف 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 هايل بالطريقه هذه، صدقوني. ما من اللون يجي فاتح، ما وش يغمق معاكم السكر هذا كي تكونوا تكرملوا فيه. وش يغمق وش يغمق. هذا المكون اللي راح نضيفوه راح يعطيله يعني لون فاتح ولا لون بزاف بزاف هايل. هنا واش نحيت من الكيلو تاع السكر، نحيت منه تقريبا كاس تاع سكر ولا قل. درته هنايا في طنجره تكون شويه ثقيله، وخليته يذوب في عقله على نار تكون قليله. النار لازم اكدوا لي على النار لازم تكون قليله. هنا بعد ما داب لي كامل السكر هذاك راح نضيف 3 كيسان تاع ما يعني عادي من الحنفيه، ما يكونش سخون هكذا. ونخلي هذاك السكر اللي تحجرنا من الخطر ولا كي ضفنا الماء نخليه يذوب كامل. كي نعرفوا باللي داب هذاك السكر راح نضيف الباقي تاع السكر نتاع الكيلو هذاك اللي نحينا منه الكاس الاول، ضفناه كامل وخليته على نار تكون يعني فوق شويه، فوق القليله، يعني تكون متوسطه. ونخليها تغلي. كي تغلي كامل النار، شوفوا هنايا ضفت هنايا واحد المغرف كبيره تاع الشب. انا ضفتها حجره، اذا حبيتوا عندكم مرحيه ضيفوا مغرف كبيره. شوفوا اللون كيفاش فتح لي. شوفوا يعني الفرق بين كيفاش كان اللون وكي درت الشب كيفاش اللون ولا فاتح ولا بزاف بزاف هايل. مع نصف حبة تاع قارص يعني عصرتها وضفتها لداخل. والعسل تاعنا وجد بعد ما يديرنا هذاك الغليان هذاك ويكتر رغاوي. كي يكتر رغاوي العسل نطفيو عليه ونخلوه يبرد لنا. هنا جبت العسل باش نوزنه معاكم ونشوفوا شحال دارنا المقدار تاع الكيلو تاع السكر. شوفوا شحال خرج لي بالتقريب كيلو و260 غرام هكذا. باش تشوفوا الكيلو تاع السكر شحال خرج لنا. يعني وصفه مضمونه. هنا العسل راهو سخون، كل ما يبرد راح يزيد يعقد معاكم ويجيكم احسن من تاع برا، صدقوني ما كاش فرق. انا العسل هنا يعني خدمت كميه كبيره لانه كانت عندي طلبيه تاع مقروط المقله. راح نخلط العسل تاع المشري مع العسل اللي خدمته انايا باش يجيني زاكي وكيف كيف يجينا اقتصادي. ما بقى لي غنكم تهلاو في رواحكم. الى فيديو جاي ان شاء الله.